حاسس انك مش زي زمان، نومك مش مظبوط، طاقتك قليله، عضلاتك مش بتكبر، او حد قال لك خد تستوستيرون بوستر وهتولع في الجيم. بس لحظه، هل المكملات دي فعلا بتزود التستوستيرون ولا بيضحك علينا واحنا بندفع فيها دم قلبنا؟ انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وهنفك مع بعض شفره محفزات التستوستيرون بعلم بسيط، والفيديو ده هيغير تفكيرك تماما. اولا، يعني ايه تستوستيرون بوستر؟ هي مكملات غذائيه فيها مواد طبيعيه زي اعشاب او معادن او فيتامينات، الهدف منها تحفيز انتاج التستوستيرون الطبيعي في الجسم. هي مش هرمونات، مش ستيرويد، مش تي ار تي. امثله مشهوره منها زي الاشواجندا وزي التريبولاس وزي الدي اسبارتيك اسيد وزي الزنك والمغنيسيوم وفيتامين د وزي الفينجريك اللي هي الحلبه وزي التونجات علي. مزايا محفزات التستوستيرون لما بتتاخد صح: واحد، بتحسن الاداء العضلي وبتزود القوه، لو عندك نقص حقيقي في التستوستيرون هتحس بتحسن في التمرين. اتنين، بتزود الرغبه والطاقه الجنسيه، ممكن تساعد لو عندك انخفاض بسيط في التستوستيرون. اتنين، تحسين النوم والمزاج والطاقه العامه، خصوصا الاعشاب اللي زي الاشواجندا او التونجات علي. اربعه، زياده التركيز والانتباه نتيجه رفع الهرمون الذكري اللي بيأثر على الاعصاب. طب ايه هي الاضرار او الاثار الجانبيه من التستوستيرون بوسترز لو اتاخدت غلط؟ واحد، لو انت مش محتاجها مش هتفيدك اصلا، يعني لو التستوستيرون عندك طبيعي مش هتزيد عن الحد الطبيعي. اتنين، ممكن تسبب اضطرابات هضميه وممكن تسبب صداع او تغيرات مزاجيه خصوصا في الجرعات العاليه او المنتجات التجاريه الغير موثوقه. ثلاثة، بعض المنتجات التجاريه بيكون فيها مواد ضاره او منشطات خفيه ممكن تبان انها طبيعيه لكن فيها مكونات ممنوعه او مش مدروسه. أربعة، لو اعتمدت عليها من غير نوم وتمرين وأكل كويس مش هتفرق معاك أي حاجة. الشائعات المنتشرة عن التستوستيرون بوسترز والرد العلمي عليها: واحد، أي حد بياخد تستوستيرون بوستر هيتضخم وهيبقى وحش. الحقيقة المكملات دي مش سحر ومش لكل الناس ومش زي الهرمونات الصناعية طبعا. الشائعة الثانية دي بديل آمن للستيرويد. الرد العلمي لا خالص، هي بترفع التستوستيرون لو مستواه أقل من الطبيعي بتعليه للطبيعي خلاص، وما تقارنش خالص بالتستوستيرون اللي بيتاخد من بره بشكل خارجي. الشائعه الثالثه: لو بطلتها هتقع. الرد العلمي مش صحيح لان التستوستيرون اللي اترفع بيرجع طبيعي تدريجي مفيش فيه اي انهيار. الشائعه الرابعه: كل المنتجات زي بعض. الرد العلمي لا، في منتجات مليانه كلام فاضي وفيها مكونات مش مدروسه فعلا فلازم تعرف الفرق. الشائعه الخامسه: ممكن اخدها وانا عندي 18 سنه. الرد العلمي لا، جسمك لسه في اقوى فتراته واي تدخل خارجي ملوش اي لازمه. طب ادينا يا دكتور امثله عن المكونات المدروسه علميا وفعاله فعلا. واحد، فيتامين دي 3 بيزود التستوستيرون عند الناس اللي عندهم نقص. اثنين، الزنك هو معدن اساسي لانتاج التستوستيرون. ثلاثه، الاشواجندا دي بتقلل الكورتيزول وبتزود التستوستيرون بشكل طبيعي. اربعه، الدي اسبارتيك اسيد ليه تاثير مؤقت في بعض الدراسات. خمسه، الفينجريك اللي هي الحلبه، بعض الدراسات اظهرت زياده بسيطه في التستوستيرون مع استخدام الحلبه. مين اللي ممكن يستفيد فعلا من التستوستيرون بوسترز؟ الرجاله اللي عندهم نقص حقيقي في التستوستيرون بعد تحليل الدم، الناس اللي عندها اجهاد مزمن او توتر او نوم سيء، الرياضيين فوق ال 30 سنه اللي حاسين من انخفاض طبيعي في نسبه التستوستيرون، اللي بيعملوا دايت شديد لفترات طويله. مين ما ينفعش ياخد التستوستيرون بوسترز؟ الناس اللي تحت ال 21 سنه، الناس اللي عندها مستويات التستوستيرون طبيعيه، الناس اللي بتاخد ادويه او عندهم مشاكل هرمونيه بدون اشراف دكتور. نصيحتي كدكتور محمد صقر: لو التعبان ومجهد ونومك مش مظبوط وتمرينك ضعيف، حل المشكله الاساسيه الاول، اعمل تحليل لهرمون التستوستيرون واعرف مستواه، ولو في نقص حقيقي ممكن تستخدم محفزات طبيعيه لكن مع نظام حياه صح. ما ترميش فلوسك على منتجات فيها وعود كدابه، دور على مكونات مدروسه بجرعات علميه. لو الفيديو ده فادك دوس لايك فورا وشاركه مع اي حد بيقول عايز ازود التستوستيرون، واكتب لي في الكومنت جربت اي مكمل منهم وهل حسيت بفرق فعلا، واشترك في القناه وفعل الجرس لان اللي جاي فيه فيديوهات علميه اكتر عن الهرمونات والتستوستيرون والمكملات. انا دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه والرياضيه، وهنا بنفهم الجسم بعلم مش بوهم السوق. ويومكم جميل.